في صفحة 168 بيقول لك قدم جارية بن قدامة السعدي على معاوية فقال: من أنت؟ قال: جارية بن قدامة. قال: وما عسيت أن تكون؟ هل أنت إلا نحلة؟ معاوية بيحفل عليه يعني. قال: لا تقل، فقد شبهتني بها، حامية اللسعة حلوة البصاق. والله ما معاوية إلا كلبة تعاوي الكلاب، وما أمية إلا تصغير أمة. الله 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 الله. لا، في واحدة تانية بتاعت أنت شريك وما لله شريك. مش عارف أنت عارفها ولا لا. أيوه 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 قال له أيوه. أنت شريك وما لله شريك، فقال له أنت معاوية وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت الكلاب من حولها، وإنك لابن حرب والسلم خير من الحرب، وإنك لابن صخر والسهل خير من الصخر، وإنك لابن أمية وما أمية إلا أمة فصغرت. لا، ده في رواية تانية اللي هي بتاعت معاوية لما كان بيصلي، عارفها؟ لما كان معاوية بيصلي وجه واحد وهو بيصلي. حصل ايه؟ حصل ايه؟ معاوية ما توغشنيش. موجودة في العقل ضربه الفريد رب الأندلس. معاوية كان بيصلي فجه واحد حط إيده على التوتة بتاعته يعني، فقال له: ما أشبه عجيزتك بعجيزة أمك هند. قال له: التوتة شبه توتة السيدة الوالدة. ده شكله كان قريب من العيلة ده. طب معاوية رد قال له ايه طيب؟ ما ردش. ما ردش؟ ما ردش يعني ايه ما ردش؟ والله ما رد. الرواية موجودة في العقد الفريد لابن عبد رب الأندلسي أهي. تلاقيه كان اوبن مايند هو كمان. أهي في لا لا، اكيد الرواية دي ضعيفة. لا لا، اكيد الرواية دي ضعيفة. بس يا عم موجودة في أكيد تاريخ ضعيفة. الخلفاء، رواية صحيحة والله. أهي فين الرواية؟ أهي ثواني. انا اللي كنت فاكر اننا هنقف عند السب والشتم، هي وصلت لكده. يقول لك عارف منين توتة الوالدة؟ كان مقرب من العيلة ده. أهي مقرب. كتاب، أهي برضو في كتاب، أهي اقراها يعني. كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري المالكي. بيقول لك ايه: حكى ان رجلا خاطر رجلا ان يقوم الى معاويه اذا سجد فيضع يده على كفله ويقول: سبحان الله يا امير المؤمنين، ما اشبه عجيزتك بعجيزه امك هند. التوته يعني. لازم يسألين المؤمنين. طيب بعد كده واحد دخل على معاويه، موجوده برضه في تاريخ خلفاء يعني. بيقول لك: دخل خزيم النعم على معاويه بن ابي سفيان فنظر معاويه الى ساقيه فقال: اي الساقين لو انهما على جاريه. قال له: رجليك حلوه بس لو كانوا على مره يعني. فقال له خزيم: في مثل عجيزتك يا امير المؤمنين. وبعد كده قال له: واحده بواحده والبادي اظلم. يعني كان معاويه عايز يحفل عليه، يقول له: واد رجليك شبه رجلين النسوان. قال له: بس مش زي التوته بتاعتك. بيتغزلوا في بعض عادي. هو عارف منين توتة هند؟ مع هند كانت معروف. ايه المجتمع ده؟ دي اوروبا دي ولا ايه؟ انت عارف يا جو، أوروبا؟ انت دلوقتي انت بتقول لي المجتمع ده فكرتني بالممثل ده اللي في مسرحية شارع محمد علي لما دخل قال ايه ده ايه ده ايه ده ايه المجتمع ده؟ هيتسيف. طب انت استنوا يا جماعه، لا لا، ده في عارف روايه علي عند الشيعه لما جه خالد يقتله؟ لا، حصل ايه؟ خالد راح يقتل علي بن ابي طالب في المسجد النبوي يعني. فعلي بن ابي طالب قال له: خسئت لا ام لك، يعني انت مش متربي، ما عندكش تربيه. من يفعله اللي يقتلني يعني يكون اضيق حلقه است منك. وبعد كده في الروايه الثانيه بقى في مسار الدرجات، جه الامام علي حط صباعينه في طيبه قلب خالد حتى رفس خالد رجليه وصاح واحدث في ثيابه لحد ما خالد ضرب وهو حاطط ايده في. انا هسمعك شرح الحديث من سماحه السيد مجتبى الشيرازي، اسمع شرح الحديث. قال أمير المؤمنين لخالد: كذبت، أنت ما تتمكن تقتلني. لا أم لك،
لا أم لك يعني ما عندك تربية، ما عندك. انا عارف الفيديو ده، حاسب لا تتحذر بقى. هو شغال. طيب واحد يقتلني أعطي حلقة است منك. الإست في اللغة العربية الفصحى يعني الطيس. أمير المؤمنين استعمل كلمة الطيس في مسجد رسول الله بمناسبة صلاة الفجر والناس مجتمعون. نعم، لأن يريد يبين واقع قبيح، لازم يختار إلي كلمة قبيحة. وتفصيل الجملة هكذا: أمير المؤمنين يريد يقول لي يا منيوك، ابن ملجم اللي يقتلني هم منيوك مثلك. أما المرات اللي الناس كانوا يميتشوا بيها كانت أقل بالنسبة لك. فهذا المطاط اللي حول دورك أصلا هذا بعد مو مطاط من كثرة ما ناتشوك. أما ابن ملجم لا، ناتشو بس قليل قليل، ذاك يقتلني. أما أنت لا، أنت ما تتمكن. أنت روح شوف علاج طيزك حتى لا تغرق ورطة منكرة في مجلس رسول الله. أما ابن ملجم لم يسجل التاريخ عليه ورطة، لا في مسجد رسول الله ولا في مسجد الكوفة ولا في المسجد الحرام ولا في أي مسجد آخر. امير المؤمنين لا والكلام ده فين؟ ده في مسجد رسول الله، يعني في المسجد النبوي. لا حول ولا قوة الا بالله. الشيخ اسمه ايه؟ لا هو الشيخ هو سيد، ده مرجع على فكرة، اسمه السيد مجتبى الشيرازي. سماحة السيد مجتبى مجتبى الشيرازي. معلش، آية الله ما ننساهاش بس. لا مش آية، هو حجة. آية الله سيد صادق، مش عارف، تقريبا ابن عمه الكبير صادق الحسين. صادق اخوه. لا هو آية الله. استنى اشوفها لك، اتاكد. مجتبى انا اعرفه من ايام ما كان محمد وحسن وصادق ومجتبى، الاربعه اخوات. يبقى اخوه. اتلخبطت ما بينه وبين محمد رضا، الفقيه محمد رضا الشيرازي، ابن عمه محمد رضا. محمد رضا ابن محمد. الفقيه الاكبر محمد رضا الشيرازي. لا مش هسيبك، انت لازم تكمل فتح الملف. الملف ده مش هيقف النهارده لحد مناظرتك بتاعت بعد ساعتين دي. ما عنديش مناظره بعد ساعتين، احنا عادي فاتحين بس وبننتظر ولا مناظره ولا حاجه بس. اللي هو الحوار ده ده حاجه. حد يجيب كريستوفر من عند كريستوفر موجود. كريستوفر مين؟ مش عارف. مفيش غير اللي يوديها الكاميرا الصعيد. كل ما يجي في دماغك سب وشتم عند الصحابة قوله، كل ما يجي في دماغك فكرني بيه. في روايات كتير يعني سنة وشيعة. ولو في للنبي كمان قول، مش الصحابة بس. لا ركز لي على السنة بقى تحديدا. ركز على يعني. ويا ريت بقى الناس اللي حكمت المغرب العربي الشقيق. يعني عندك اللي حكموا المغرب الدولة الفاطمية قصدك؟ اللي حكموا المغرب مثلا الدولة الفاطمية مثلا كانوا محترمين يعني. لا كان فيهم شوية لاسعين زي الحكم، بس لا كانوا محترمين. لا دول كان ناس محترمة. الوثائق كلها كانت عند السنة. في أدارسة. الوثائق كلها كانت عند السنة، بني العباس وبني أمية. محمد بن تمرت. لا في المغرب. الأمويين حكموا المغرب، مش الأمويين حكموا المغرب. كان في خليفة في بغداد وخليفة في الأندلس. موسى بن نصير وطارق بن زياد وعقبة. الحاجات دي دولة الموحدين تقريبا، دولة المرابطين الموحدين. هو محمد بن تمرت ده
او طارق بن زياد ده كان بربري. ابن تومرت ده اللي هو الارهابي صح؟ مش طارق بن زياد ده اللي هو كان سفاح تقريبا، او كان بيعمل. طارق بن زياد ده ترجي من الطوال. حد يعرف نهايته كانت عامله ازاي يا جماعه؟ ده انا كنت اعرف ناس. الراجل انتهى شحات، حرفيا انتهى شحات، طالما في اقرب صفحه زباله. اه بس احلى لا، حاجه على نهايه فكرة. عقبه بن نافع كانت نهايه انه واحد اسمه كسيلة قتله. اه لا، على فكره طارق بن زياد من هم مش قبيله، يعني يعتبروا شعب افريقي، في اسمهم الطوارق. يقال لي يعني في ليبيا ترجي. سكان الجنوب بتوع غات وكده، ناس طيبين، ناس في حالهم خالص، بس غشمه قوي، ما حدش يقدر يتعامل معاهم، ولا يتجوزوا من حد ولا يتجوزوا حد منهم. بيضربوا اربجيات في الفرح بتاعهم، بيضربوا بالبوازيك في الافراح بتاعتهم. هم ليبيين اصليين ولا من تشاد؟ هم من غات، من جنوب ليبيا، بس الشعب الترجي متوزع ما بين افريقيا، ما بين ليبيا والجزائر وبوركينا فاسو ونيجيريا وكذا بلد افريقي كده. بس ناس مسالمين، يعني ناس في حالهم يعني، بس ما تقدرش تتعامل معاهم، صعب تعيش معاهم وصعب تتعامل معاهم. هم بيفتخروا ان هم احفاد طارق بن زياد. لا طارق ما كانش امازيغي، طارق كان ترجي مش امازيغي. ما هو الشخص ده بيقول لك طارق كان من الامازيغ الاحرار، فما ردتش عليه. لا، ما كانش امازيغ. ترجي الطوارق في ليبيا موجودين لحد النهارده في الجنوب، في مدينه غات. الطوارق والتابو دول شعوب افريقيه، يقال ان اصولهم امازيغيه، بس مفيش دليل على الكلام ده. يعني الامازيغ في ليبيا في الغرب ليهم مدينه كبيره، منطقه كبيره اسمها مدينه زواره، حتى بيتكلموا فيها امازيغي يعني، وبيرفعوا العلم الامازيغي وكده. في روايه موجانه عند الشيعة مشهوره قوي ان مفيش حد يتقال له يا امير المؤمنين لما يكون لا مؤاخذه. لا، لما يكون انت عارف مين اللي بيتقال له يا امير المؤمنين النهارده؟ عمر. لا بيتقال له يعني واحد عايش بيتقال له يا امير المؤمنين دلوقتي. هو كان جماعه 11 ده ابو بكر جلالة صاحب فخامة صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس. محمد السادس. بس تعرف محمد السادس لما شرح انت تعرف ان محمد السادس لما شرح المقولة دي ووضحها، قال امير المؤمنين ما تخصش المسلمين، امير المؤمنين تخص المسيحيين والمسلمين واليهود المغاربة يعني، فامير المؤمنين هي تشمل الكل يعني. بمناسبة الرواية دي، في أقاويل فعلا بتقول إن جلالة الملك محمد السادس كده فعلا يعني. لا ما صدقش كده عليه بصراحة. لا، السادس على فكرة طيب قوي يعني، انسان طيب. لا في الأمانة كلام كتير جدا بيقولوا إن هو كده ما هو فعلا. الطيبة لا تنفي اللي كده، في عادي ممكن حوادث. يكون طيب يعني ما ثبتش عنه خالص يعني. لا يا سعيد، دايما في الناس حادثة دي بتكون اتسجلت عليه طيبين. في فرنسا هو بيروح فرنسا وبينبسط وفي انجلترا، وبيسهر اتسجلت ومش عارف عليه. الكلام ده، بس فكرة لا ما ثبتش. لا يا عم، الكلام ده مثبت يا عم، مثبت بالأدلة. في سكوتلاند يارد كانوا عاملين جايبين فيديو ليه قبل كده، وهو في الاسانسير وماسك واحد عمال يضربه من بقه ومن شفايفه في سكوتلاند يارد في انجلترا. امير المؤمنين ايوه على محمد فكرة السادس. ده هو فعلا مشهور عن محمد السادس ان هو كده يعني. ليه فرنسا كانت مرفوع عليه قضية ان هو واقع واحد مقابل فلوس من اللي في الشوارع، بس كان واقعه بقوة يعني، فالتاني راح عمل له محضر في الاسم. امير المؤمنين ليه بوي فريند موجود في المغرب ده اسمه زعتر باين. دي حقائق كشفتها صديقه مغربيه لينا على كلاس اسمها ليلى، اتكلمت في موضوع، هي من اصول مغربيه، اتكلمت في الموضوع ده وقالت حقيقه امير المؤمنين. ففعلا الروايه دي غالبا اللي عند الشيعة شكلها صحيح فعلا. رواية شكلها فعلا. هو فعلا حتى عمر يعني في السيوطي في حاشية القاموس، ونقل الكلام ده نعمة الله الجزائري. السيوطي في حاشية القاموس بيتكلم عن لفظ الإبنة، أو اللي بتيجي منها كلمة المأبون، يعني قال كانت في 5 من أصحاب رسول الله أحدهم سيدنا عمر. حتى عمر لما تروح صحيح ما ده شيء.
لا عمر لو رحت السيره بتاعته عند السنه تلاقي كان عنده حاجات غريبه خالص، يعني كان يجيب الجمل يحط ايده في دبر البعير. وكان روايه ابن سعد ما بقي فيها من شيء من امر الجاهليه الا اني لست ابالي اي الناس نكحت وما نكحت. يقول لك اخرج فلانا من داره، وفي شرح الحديث يقول لك المخنث هو الذي يؤتى ويلاط به في هذا الزمان. حتى معاويه، يعني معاويه في حديث ليه، هو في طرق ليه ضعيفه بصراحه عشان برضو الانصاف يعني، وفي طرق ليه صحيحه يعني. ان واحد شاف معاويه مع عيل كان ربطه في صبي، ربط معاويه بحبل يعني خانقه يعني. فواحد شافه وعايبه على ده يعني، فقال له زي سمعت محمد السادس والناس اللي ايوه زي محمد السادس كده. بيقول لك ايه، بيقول لك من كان له صبي فليتصابر له. الروايه في تاريخ خلفاء يعني، بيقول لك دخلت على معاويه ابن ابي سفيان وهو في خلافته وفي عنقه حبل وصبي يقوده، فقلت يا امير المؤمنين اتفعل هذا؟ قال يا لكع اسكت، فاني سمعت رسول الله يقول من كان له صبي فليتصاب له. يتصاب له يعني يطابل، يعني يطابل. في معاوية حته كان عنده ميول الابن، غريبة، كان عنده ميول غريبة خالص. انت في الحته بتاعت الابنه دي لحد دلوقتي الاتراك والاكراد لما يقولوا لحد ابني، يعني انت لا مؤاخذه باللغه الكرديه واللغه التركيه، ابني يعني انت فتحه، فدي تاكيد على اللغه. هو في مشكلة، أنا جالي خبر دلوقتي إن أمير المؤمنين محمد السادس مش هو اللي بيربط العيال، غالبا هو اللي بيتربط. ده معناه موثوق، مصدر موثوق يعني. ايوه، ما هو محمد، ما انا في جالي برضو المعلومه دي دلوقتي. في موقع اسمه هوم اوفيس لندن، ده مكتب تحقيقات اللي بينشر كل التقارير الأمنية على مستوى العالم، الحاجات اللي بتتعرف، اسمه هوم اوفيس لندن. كانوا جايبين تقرير ان محمد السادس كان في الاسانسير، وحصل اعتداء من حد زنجي عليه هو، يعني الامن بلغ، اداره الفندق بلغت ان محمد السادس الزنجي كان يعني عمال يضربه في الاسانسير وبيبهدله. ولما محمد السادس جات له اداره الفندق وقالت له احنا شفنا في الكاميرات ان في اعتداء عليك، فقال له لا ده صديق ليا. والروم سيرفيس اكدوا في التحقيقات ان دخلوا لقوا محمد السادس كان لابس اللي هو بتاع الجلد الاسود، والتاني كان رابطه من رقبته. حاتم الرشيدي، عارف حاتم الرشيدي يا طه؟ هنعمل فيك زي ما بتعمل في حاتم الرشيدي. ايوه انا بقول لك الموضوع بالادله وبالبراهين. انا خايف صدقني، خليني ادور لك عليه على والله بوش طالع في وقت مناسب. بوش افتح لنا ملف محمد السادس كله دلوقتي حالا، ملف محمد السادس كله كده بقى محمد السادس ده من اوله كده. انا خايف بس لو سربوا فيديوهات لامير المؤمنين ونزلوها على النت في المواقع دي، انا ده خايف منه. نهار اسود. هوي شوف لنا كده بوش اي حاجه، طمنا. انا كنت عايز اسال على حاجه. والدوله الامويه مشهوره بحوار المأبونين ده برضه، والعباسيه كله ما مشهور بكده. على فكره انا عندي طابع تذكاري من الدوله العثمانيه، بس مش هينفع اعرضه في البث هنا عشان ما نضرب، سواء ابعته لك على الخاص. اعترنا يا مجال. شفته، عارف بتاع الغلمان اللي هو عارفه، شفته اللي لافين حوالين بعضيهم، ده كان ايام سليم، كان ايام السلطان سليم. عارفه هو سليم اول واحد اتسمى امير المؤمنين بقى في العثماني، فده ياكد برضه صحه الحديث. للاسف ما هو سليم اول واحد اطلق عليه لقب امير المؤمنين وسلموه مفاتيح الكعبه. انت غالبا هتلاقي اللي قبل سليم كانوا عادي، لكن اول سليم هتلاقيهم كده بقى. وبايزيد كان معروف عنه برضه. يمكن محمد الفاتح كان كده اصلا. على فكره في فعلا روايه بجد لمحمد الفاتح بتقول كده. في روايه بتقول ان هو راح لمهندس كان وعده، يعني كان عمل له شغل او كده، فطلب منه ابنه يدخله الحرملك بتاعه. ده بجد يعني الروايه فعلا دي منتشره جدا. سنبل
مسمبر صح. إيه... والله في حديث كان في شيخ على التيك توك بيرد على شبهة ليها علاقة بحوار صفية، فجاب في رده بيقول في رده يعني إن أنا حديث كده بيقول ما معناه رأيت قمر مكة يقع في حجري. صحة الحديث ده إيه؟ طب احنا مالنا بصفية دلوقتي؟ احنا بنتكلم في أمير المؤمنين دلوقتي. انا وريتك الطابع، بعتهولك كده بص عليه اهو. الطابع ده موجود لحد النهارده في الدوله العثمانيه، بصوركم بعيد كده يعني. أهو. عاملين دويره وكل واحد في التاني. لا كان في واحد تاني، وهو كل واحد فيهم ماسك الموزة بتاعه. ما ده بس مش هينفع اعرضه ده عشان ما نطرش. يا بوش شوف لنا اي حاجه عن محمد السادس كده مستخبيه هنا ولا هنا. في المعلومة اللي مأكدها التلفزيون الهولندي نوس، اللي هو كان اللي أكدوا فيه إن محمد السادس كان احنا وقتها. قاعدين مع وكاله انباء ولا ايه؟ قاعدين مع وكاله انباء هاوس أصل لندن خلي بالك التلفزيون الهولندي ايه يا عم. تويتر أحلى حاجة على تويتر. في صحيفة هولندية كان اسمها ديكاي غاند. دي صحيفة بتهتم بالحاجات اللي هي ليها علاقة بالمثليين والكلام من. فقالت إن محمد السادس في 99 لما أبوه مات سمت كده محمد السادس ملك المغرب الشاب الجديد المثلي، وقالت إن هو معنى أصح إن هو مخنث. قوم لوط حريه في الاخر سعيد، وفي الاخر سعيد يجي يقول لنا اصل دي مش مثبته. لا أنا لا بس هو ما أنا بس سمعتش بصراحه عنه، يعني اكذب انا ما سمعتش عنه ده اللي اكتر من كده بقى ايه، ان توني فلاف ده اللي هو شخص مشهور قوي في هولندا، قال ان كلهم كانوا عارفين ان محمد السادس عليه الصلاه عنده والسلام. القصه محمد دي. السادس محمد السادس عنده القصه دي، وفي لقاء عمله توني فلاف ده مع نوس جورنا اللي هو التلفزيون الهولندي، قال لك ان الملك ما يقدرش يتراجع عن تخنصه. اكريسوس والورد الابيض نور اكريسوس. ليه بقى؟ لان لما مراسل التلفزيون الهولندي في الوقت دوت قابل قائد الجيش المغربي، قال له قائد الجيش المغربي ان هو على قناعه كامله ان محمد مخنث. ليه؟ لان كان ضابط الجيش المغربي هو اللي بيحطه لمحمد السادس، وده السبب اللي في سنه 99 ابو محمد السادس صفق قائد الجيش المغربي علشان كان هو بياخد محمد السادس في القاعدة العسكرية بتاعت اندلاخ، وكان بيديله في مخزن المخابرات يعني. في واحد من أئمة الإسلام، هو إمام مذهب أو مؤسس مذهب إسلامي يعني، أو فرقة، اسمه محمد بن شعيب بن نصير، اللي هو إمام العلويين، إمام النصيرية، المذهب النصيري، المذهب العلوي. محمد بن شعيب بن نصير ده كان مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس هو كان، بص هقول لكم موضوع بس. هو محمد بن شعيب بن نصير كان بيقول ان من جملة اللذات والطيبات اللواطة الرجال ونكاحهم بعضهم بعضا في أزبارهم. ففي واحد اسمه محمد بن موسى بن فرات راح له مرة وشافه واحد فوق منه، فقال ان هذا من جملة التواضع لله وترك التجبر. او المصحف ده على فكرة يعني، حتى عند يعني ذكر الكلام ده السيد محمد باقر يعني في كتابه، يعني ان شافه وهو واحد بيعمل له الاحياء. ساعة والله لو اوريها لكم. التواضع اهو. انا مش عارف كده الكاميرا واضحة ولا لا. واضحة سعيد. كتاب الغلو للسيد محمد باقر ملكيان، الغلو في مصطلح الملل والنحر والرجال، طبعة إيران، معهد أديب الفقه الجواهري، صفحة 23. قال أبو عمر الكشي: قالت فرقة بنبوة محمد بن نصير النميري، وذلك أنه ادعى أنه نبي ورسول، وأن علي بن محمد العسكري
أرسله، وكان يقول بالتناسخ والغلو في أبي الحسن علي بن أبي طالب يعني، ويقول فيه بالربوبية، ويقول بإباحة المحارم، ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم، ويقول أنه من الفاعل والمفعول به أحد الشهوات والطيبات، وإن الله لم يحرم شيئا من ذلك. وكان محمد بن موسى بن فرات يقوي أسبابه ويعضده، وذكر أنه رأى بعض الناس محمد بن نصير عيانا وغلام له على ظهره، وأنه عاتبه على ذلك، فقال إن هذا من اللذات وهو من التواضع لله وترك التجبر. هي دي الروايات اللي هيحكيها محمد السادس قبل ما يموت، انا متاكد. هي دي الروايات اللي هتتحكي. لا على فكرة في حاجة تانية برضو عند الإخوة الشيعة اسمها الحيلة الشرعية، يعني حاجة كده في الفقه الجعفري اسمها الحيلة الشرعية. والله لا سمعها لك، ثواني. الشيخ واثق الشمري بيقول لك ان من الحيلة الشرعية، ثواني كده يا جماعة، العالمين فاطمة الزهراء عليه والتابعين ومن تبع. عنوان هذا بحث عميق فيه مطالب مع البرنامج التحليلي تقريبا ده حسابك هيكسر تقريبا هو ده. بصي بقى، مرة تشوف واحد يلوط بواحد قل له لا ليش انت تدخل جهنم؟ شنو لا تعال انا اعلمك حيلة شرعية تصير منيوك شرعي. اجلكم الله وجل الله السامعين ورفع قدركم. بالعباسية بحق الحسين وفاطمة ونحن في مصابها. عندما اقول منيوك شرعي كلمة تحبها السماء، كلمة يحبها الله عز وجل، لأني أكشف عن صفحة حقيقية من وساخات الفساد في الدين. وحق الحسين وفاطمة كلمة يحبها الله ورسوله. انت عارف يا جون ان في 2019 الملكة عليه السلام والعبدين فاطمة. انا بس عايز اجيب ايه الحتة اللي هو بيشرح فيها أكون شاهدا ما له قيمة إذا مو القلب والفطرة. هي اسمع تاني. مرة تشوف واحد يلوط بواحد قل له لا ليش أنت تدخل جهنم؟ شنو لا تعال أنا أعلمك حيلة شرعية تصير منيوك شرعي. أجلكم الله وجل الله السامعين ورفع قدركم. بالعباسية بحق الحسين وفاطمة ونحن في مصابها. عندما أقول منيوك شرعي كلمة تحبها السماء، كلمة يحبها الله عز وجل، لأني أكشف عن صفحة حقيقية من وساخات الفساد في الدين. اعترضوا بقى. حيلة شرعية. في 2019 كان في زيارة من هاري أمير إنجلترا ومراته ميغان، وراحوا يزوروا. فكانت الأميرة لالا سلمى دي كانت مرات محمد السادس. في التوقيت دوت سابته وما حضرتش الاحتفال وما حضرتش حضور الأمير. وفي نفس النظام برضو لما جاء الأمير فليبي وليتزيا مراته الأسبانية برضو ما حضرتش واتحججت إن هي مش حابة. ولما نزلوا كلهم في القصر، الصحيفة بتاعت فانسوان ديجو الأسبانية قالت إن الملكة الأميرة الأسبانية قالت إن الأميرة لالا اللي هي مرات محمد السادس ما نامتش في القصر. وفي 2016 محمد السادس استقبل واحد مشهور قوي في العالم اسمه، لو تقدر تعمل عليه بحث هتعرفه، اسمه بيير بيرجي. بيير بيرجي ده راجل أعمال فرنساوي ورئيس اللوبي اللي هو بتاع الشواذ LGBT في فرنسا. طلع من الشرفة بتاعت القصر مع محمد السادس وهو حاطط علم الشواذ على كتفه، ومحمد السادس بيحط له ما تفهمنيش غلط في كلمة بيحط له دي. استنى ما تفهمنيش غلط بكلمة. بس حاجة
الدكتور سيباس انت موجود؟ سيباس موجود. اه فكان بيحط له الوسام على صدره اللي هو وسام الملك. الحمد لله انها جت على قد كده، الحمد لله انها جت على قد كده. انا بقول لك بس يعني، فهو كل الحاجات وكل القصص، وفي حاجات كتير على هقول تويتر. لك على حاجه. كان في واحد افتكرت دلوقتي قصه. كان في واحد في الدوله العباسيه من القضاه يعني، كان بيحط ايده في التوته بتاعته ويطلع الشخه لا مؤاخذه يعني، ويحطها تحت باطه ويحط منها بشواربه يعني، ويقول اني اراك اطيب من التفاح واطيب من العنبر ومش عارف ايه، وكذب العطارون كان بيحب يعمل الحاجات دي. وكان عنده جاريه بيجيب ازازه النبيذ وبيفضيها فيها وبيحط بقه من تحت ويقعد يشرب. أو دكتور سيباس بس عايز اقول لك، نحن هنا في سوريا نشدد على ان هذا العمل لا يمثل سوريا ولا يمثل الجمهورية العربية السورية، وسيبقى حزب البعث العربي السوري في مواجهة هذه الظاهرة، لأن سوريا لا تقبل مثل هذا الفعل، وستبقى سوريا تحارب هذه المؤامرة التي تحيط بالجمهورية العربية السورية. منور يا كريستوس، اهلا، منور الدنيا. صباح الخير سيد حبيبي. اهلا يا صباح الورد. منورين. حبيت اسلم عليك واقعد معاكم شويه. نورت يا جماعه عايزين نتكلم عن محمد السادس اكتر، الكلام اللي قلناه ده قليل. طب ما انت سيبك محمد السادس، خلينا في محمد الاصلي الاولاني. يا عم محمد السادس دلوقتي اهم، دلوقتي اهم. انت بدأت تقلقني يا جو، مالك مركز مع محمد السادس قوي؟ بشار الاسد اتقتل فين؟ بشار الاسد تلاقيه بيفطر في البيكارني. البيكارني ده في روسيا كلها، تلاقيه بيعمل فطور الصبح، بيعمل مخبوزات وكابتشينو امريكانو وبتاع مش عارف، هتلاقيه في البيكارني دلوقتي الساعه 7. البيكارني فتح، تلاقيه واقف في الطابور دلوقتي مستني دوره. تخيل بقى بشار الاسد لما يدخل على البيكارني. بص تليجرام يا شيخ سعيد. وإني أريد من هذه الكعكة لأن هذه الكعكة تذكرني بسوريا وبالشام. بس ما تقراش الصوت بقى، فاهم؟ طلع بوله، طلع بوله، طلع بوله. مش هتكلم. اهم واحد دلوقتي في الروم دي محمد السادس، الملك محمد السادس. كلمنا بقى بوش اكتر بقى، انت اتكلمت عنه قليل بصراحه. وصلتوا ايه بس لا يعني فعلا؟ اتفضل يا استاذ بولا، اتفضل يا استاذ لا بولا. كنت عايز اعرف وصلتوا في ايه في اخر الكلام على جلاله الملك امير المؤمنين؟ انا وصلنا اخر احكي حاجه، اخر قصه دي تاني يا بوش. اخر قصه معلش يا بوش. بس قبل ما تحكي القصه دي بس عايزين نفهم حاجه. ده تطبيقا لحديث الامام المعصوم ان اي واحد يتقال له امير المؤمنين غير علي بن ابي طالب هو مفعول به يعني، مأبون. احنا عايزين نتفق بقى في صحة الرواية. مصداقا للنبوة. انا بس عايز اقول حاجه بس الكذا يعني لحد كده مش هقول اسمه يعني. قندر ابن القندر، بوتين بقرعته بسلطاته ببابا غنوجه ما هزناش. السيد الرئيس بلحه حفظه الله ورعاه، الزعيم والقائد والثوره، برضو احنا عندنا ديمقراطيه، عندنا ده الملك حرية. الحقيقي بقى، ده الملك الحقيقي. اما انت جاي خط احمر وخط ازرق، ما عندناش خطوط، ما عندناش الوان خالص هنا. احنا ما عندناش حد خط احمر. يا مولانا بص احكي لنا اخر لقطه تاني، احكي لنا اخر بقى قصه تاني بقى عشان بولا يسمع بالله عليك. يا بوش تقفل المايك. اتفضل معلش، شرح لنا اخر قصه بتاعت امير المؤمنين محمد السادس. غالبا بيعمل اتصالات ويتاكد من الروايه وكده. طب انا بس لا عقبال ما يجي ابن الملك محمد اللي هو ولي العهد، انا ناسي اسمه ايه بصراحه، هل برضو اخد الموضوع وراثه من بيه ولا ملوش في هتلاقي اسمه محمد السابع برضه. اكيد
بس محمد السابع صحيح. مش هيختلف غير الرقم بس. يا بوش فوق معانا كده، ده انت الوحيد اللي عارف القصص دي. بس جو صح، انا في حاجه عايز اقول لك عليها، معلش انا عايز ايه؟ اتاكد. سمعت ده بس محمد السادس اتقفش ولا ايه؟ لا انا سمعت ان